شيكينو سكاربا ملياردير برازيلي في يوم من الايام قرر فجأة يدفن عربية البنتلي اللي قيمتها 5 مليون دولار معاه في قبره. وما سألوه بتعمل كده ليه؟ قال بعمل زي الفراعنة. هما مش كانوا بيدفنوا ذهبهم معاهم؟ وسنة 2013 اعلن على صفحته على الفيسبوك انه بدأ ينظم مراسم الدفن للسيارة. ساعتها الناس كلها غضبت منه جدا، بالذات ان ناس كتير في البرازيل فقيرة واولى بالفلوس اللي هتضيع هدر دي. وفعلا الناس اتجمعت وبدأوا العمال يدفنوا العربية. وقبل اللحظات الأخيرة شيكينو قال للعمال توقفوا عن دفن السيارة، واتضح ساعتها ان شيكينو ما كانش ابدا هدفه انه يدفن العربية، وان دي كانت حيلة امريكاني علشان يلفت انتباه الناس للي هو عاوز يقوله. وفعلا بالحيلة دي قدر يلفت نظر الناس للتبرع بالاعضاء في البرازيل. وفي خطابه قال على الناس منافقين لان ما حدش فيهم اتبرع باي اعضاء من عنده، مع انهم مش هيستفيدوا منها بحاجه بعد ما يموتوا، ولكنها ممكن تنقذ الاف الارواح بعد موتهم وعدم حاجتهم ليها. لكن السؤال هنا، تبرع بالاعضاء حلال ولا حرام؟